تتبيلي البانيه من غير ما توسخي ايديكي خالص، تخلي مكانك نضيف وما تبهدليش الدنيا حواليكي. طبعا انتي متبله البانيه، حاطاه في طبق او حاطاه في اي حاجه، بالشوكه كده بتاخدي واحده منه. انا مقطعه صغير حسب بقى تقطيعتك، كبير صغير زي ما تحبي. وطبق تاني فيه البقسماط بتاعك او الفيجيتار او ايا كان اللي بتتبلي بيه. ومعايا في الطبق معلقه نظيفه اهي وناشفه. وبحط كده البقسماط على البانيه، قطعه البانيه، وبضغطها بظهر المعلقه زي ما انتوا شايفين اهي، من غير اي بهدله، من غير ما وسخنا ايدينا، من غير ما بهدلنا البقسماط ولا هدرنا فيه. الطريقه دي حلوه جدا. تنفع البنات اللي هم لسه بيتعلموا بقى جداد او العرايس الجديده، بكل نظافه وبكل شياكه وزي ما انت شايفه. ولا هدرنا في كميه البقسماط ولا الفيجيتار، ولا وسخنا الدنيا ولا بهدلنا الدنيا. بس كده، بحبكم كتير كتير، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير، والسلام عليكم.